الزمالك بيكسب المصري 4-1 وبيتصدر بطولة الدوري وبيوسع الفارق بينه وبين الأهلي ل6 نقط لحد مباراة بكرة، مباراة سيراميكا كليوباترا، عشان يضغط على الأهلي، عشان أداء نادي الزمالك يثبت كلامنا من أول الموسم إن اللعيبة دي عندها شغف وعندها طموح وعندها إثبات ذات وإنكار ذات، وعايزين يثبتوا نفسهم وعايزين يقولوا إن هم مش أقل من أي نادي ومش أقل من أي أسماء موجودة في مصر. لعيبه لسه ما حدش يعرف عنها حاجه، بس عايزين تقول ان احنا نجوم، ان احنا برضو مش اقل من اي لعيبه في اي نادي. احنا كمان سوبر ستار، واحنا كمان يدفع فينا الارقام اللي بنسمعها. لعيبه لسه عايزه تثبت نفسها غير لما تكون لعيبه شبعانه كوره وفلوس. من اول الموسم واحنا ما بننتقدش اللعيبه بالشكل اللي هو يقلل منهم او يقلل من امكانياتهم غير ناس تانية، وبنحاول ان احنا ندعم الفرقه لابعد حد عشان نلحق اي حاجه في الموسم ده ونلحق ناخد اي بطوله في الموسم ده وما نقللش من اللعيبه بتاعتنا. طول عمري عارف ان الظروف اللي زي دي اللي بيحكم فيها هي اللعيبه قبل اي حد، ولا مجلس اداره ولا مدرب هم اللي هيقدروا ينقذوا الفريق في الوقت اللي احنا فيه ده. لو في روح وفي رجوله وفي شغف وفي طموح هنقدر نشيل الفريق كلاعيبه ونقدر نعدي الست ماتشات دول ونقدر ناخد بطوله الدوري. مفيش حاجه من الكلام ده. احنا هنخسر من اول ماتش جاي، مش عايزين ننتقد ومش عايزين نقدم حاجه وحشه، بس هو ده اللي واضح قدامنا كلنا. لو النادي الاهلي ما عندوش الروح والشغف والطموح وانكار الذات واثبات الذات في الست ماتشات دول، انت مستني ايه تاني؟ انذار شديد اللهجه اهو موجه ليك من نادي الزمالك المنافس التقليدي ليك. بكسب المصري 4-1 وبقول لك انا هاخد الدوري مش هسيبه. اللعيبه بس تبقى رجاله ونقدر نعدي مباراه بكره ومباراه سموحه، عشان احنا لو كسبنا الماتشين دول هيفرقوا معانا جدا في ماتش الزمالك اللي بعد كده. لو كسبنا الثلاث ماتشات دول يبقى احنا كده قربنا جدا 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 من الدوري باذن الله. لكن انا المطلوب مني ان انا اخسر الدوري عشان امشي المدير الفني. يعني الحل الوحيد ان انا لازم اخسر الدوري عشان اقدر اخد قرار ان انا امشي المدير الفني اللي هو مجبر عليا في الست ماتشات اللي جايين. لازم اخسر الدوري عشان امشيه، غير كده مش هقدر امشيه دلوقتي خالص. لازم يبقى الموسم صفري عشان اقدر امشي المدير الفني اللي انا جايبه، عشان دافع فيه ارقام كبيره، ومش هينفع اجيب مدير فني تاني ادفع له زي ما عملت مع اللي قبليه واللي قبليه.